السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الخير، صباح يوم جديد. هنبتدي يومنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعدين هنعمل حاجة ناكلها. في العادة انا لما بصحى الصبح ببقى عندي روتين الصباحي بتاعي، مفيش فيه فقرة الفطار خالص، انا مش بفطر. بس يعني الفطار الأكل ده كان بعد ما خلّصت كل حاجة، اللي هو صحيت وصلّيت وقرأت الوِرد بتاعي وفتّحت الشقة كلّها وعملت كل الحاجات اللي في التنضيف، فده مش روتين، ده عبارة إن أنا هاقول لكم بس شوية حاجات كده اتسألت عليها الفترة اللي فاتت عن نمط الأكل بتاعي وبناكل إيه وفي النظام اللي أنا عاملاه والجو ده، فهاجاوبكم سريعًا، سريعًا على كل الحاجات اللي أنتم سألتوا عليها. قُلت بقى إيه، أدخّل شوية خضار كده، مش عايزة حد يستعجب من الحاجات اللي أنا هاكلها علشان أنا آآ باحاول أنوّع لنفسي عشان ما ازهقش. طيب، فقُلت أقطّع أي خضار عندي، قطّعت جزر، قطّعت كمان ده كان إيه، عارفين الراس بتاعة الخس، قطّعتها، ودي كان فِجل، ده الفِجل اللي هو الأحمر، باقشّره كده وباقطّعه كمان، باحب آكله مع السلطة، بس أنا مش من هواة السلطة أوي، فقُلت إن أنا هاقطّع الخضار وهاكله كده. الخضار ده لا إمّا بيتاكل ني زي ما هو، لا إمّا باشويه لو هاعمل معاه مثلًا صدور فراخ أو بيض أو أي حاجة، ممكن آكله ني وممكن أشويه. باشوي الخضار إزاي؟ عادي في طاسة كده تيفال ب بربع معلقة من السمنة مثلًا وبنشويه. حطيت أي خضار عندي وأنا هاستبدل الخضار بالعيش، هاستبدل العيش بالخضار، يعني أنا مش هاكل عيش. هاوريكم دلوقتي أنا هاعمل إيه. المهم هاعمل سلطة تونة. سلطة التونة دي لو عارفين في نوع تونة كده كان اسمه ريوماري، كانت تونة إيطالي، أعتقد يعني إن هي إيطالي لو مش بافتي. كان لمّا بتفتحي التونة كنتِ بتلاقي إن هي معاها ذرة أصفر، معاها اللي هي الفاصوليا الحمرا، معاها خضار، فأنا قُلت هاعملها كده بس ما كانش عندي ذرة. أول حاجة صفيت التونة، أنا جايبة تونة عادية واللي بتبقى محطوطة في زيت، في نوع تونة تاني بيبقى دايت، بيبقى محطوط في محلول ملحي في مَيّة يعني مش محطوط في زيت. بس أنا باجيب العادية اللي هي فيها زيت دي، بس باصفّيها الأول، وبعدين جِبت الفاصوليا الحمرا دي وحطيت بعد كده معلقة من هريسة الشطة، عشان أنا لازم آكل أكل حار. وبعدين هاحط عليها بس عصرة ليمون، وهاحط عليها رشة كمان من الفلفل الأسود. عايزة تزوّدي زيت زيتون، عايزة تزوّدي ملح، أي توابل تانية، عايزة تحطي بصل، عايزة تحطي توم، عايزة تحطي طماطم، اللي أنتِ عايزة تحطيه حطيه. طبعًا الكمية دي كتير عليَّ على وجبة واحدة يعني، فأنا هاقسمها وهاستخدم الخس والفلفل كبديل للعيش. وباعمل كده حتى مع حاجات تانية، مع البيض، مع الفراخ، مع أي حاجة، ومع الجبنة واللبنة والكلام ده، وهاشرح لكم ده بقى في بقية الفيديو لمّا أوريكم الحاجات اللي أنا باكلها. أنا هنا بس كنت باعمل حاجة آكلها. وعلى فكرة اللي هتقولي لي الأكل ده مش بيشبع، أنا اتعودت ولأ بيشبعني جدًا. طب هو أنا مانعة العيش؟ لأ، أنا باكل عيش عادي خالص، بس مش في كل الوجبات، يعني أنا الوجبة دي حبيت إن أنا آكلها كده. حطيت الفلفل الأخضر وحطيت الخس زي ما قُلت لكم بديل للعيش، حطيت عليه التونة كده، وبتبقى بالنسبة لي وجبة مشبعة جدًا. ممكن قبلها تشربي مثلًا كوباية مَيّة، كوبايتين مَيّة، وبعد كده تاكلي هتحسي إن أنتِ منتفخة من كتر الأكل، بسبب كمان الفاصوليا الحمرا دي بتبقى منّها نشويات فبتشبع جدًا. بما اني اتسألت الفترة اللي فاتت على النظام الأكل اللي أنا باكله، فأنا هحاول أشارك معاكم سريعا جزء من الحاجات اللي بعملها، وفي خلال الروتينات بقى والفيديوهات هنكمل مع بعض إن كان وصفات ولا كده. طيب، عشان عارفة إنه هيجي تعليقات إنه الحاجات غالية، لا مش كل الناس بتقدر تعمل كده، الحاجات غالية عليا أنا أصلا، ولكن أنا هقول لكم سريعا الحاجات اللي مش غالية. زي ايه حضرتك؟ زي ان احنا نشرب ميه. اشربي ميه كتير، اشربي ميه حتى وانتي مش عطشانه. اشربي ميه، خلي ازازه الميه قدامك طول الوقت. عارفه ان احنا في الشتاء وانه الجو مش مساعد خالص ان احنا نشرب ميه، بس معلش تعالي على نفسك واشربي ميه، الميه حياه او موت. اشربي ميه كتير، اشربي ميه كتير، اشربي ميه كتير. تاني حاجه بعملها وبتفرق معايا قوي، الخضار. طبعا الحاجات شكلها مش عاطفي عشان لسه هتتغسل، بس انتوا مننا وعلينا يعني. الخضار، خيار، جزر، حاجات خضرة كتير بقى، والليمون والكلام ده كله. الفلفل والخس والكلام ده انا بتعامل معاه معاملة العيش. يعني انا ممكن امسك فلفلايه حلوة زي كده، اخدها اغسلها واقطعها واشيل البذور اللي جواها، واجيب اللي هي مثلا جبنة او لبنة، انا بحب اللبنة جدا، ودي كاملة الدسم. انا مش مؤمنه انه عشان اخس لازم اشيل الوش بتاع اللبن واطبخ بزيت زيتون. طبعا كل الواحد يعمل الطريقه اللي عاجباه، بس انا سامعه وسامعه دكاتره وقاريه وعارفه انه احنا محتاجين، جسمنا محتاج الحاجات كامله الدسم مش منزوعه الدسم، بس طبعا بكميات. فمزارع دينا بتبقى معموله من لبن طبيعي،
مش لبن اللي هو النبات الدهن ده. فانا بقى زي ما قلت لكم باخد قطعه وحده الفلفل دي مثلا وبقطعها وبحط عليها شويه من اللبنه وبحط عليها شويه من دقه الزعتر دي وبحط عليها شويه صغيرين من زيت الزيتون او مش لازم زيت زيتون. وبالنسبه لي بتبقى الفلفل بديل للعيش. هل انا كده هشبع؟ لا طبعا، بتبقى وجبه جنبها حاجات تانية، جنبها بيض مسلوق، جنبها اي حاجه. طب هل انا منع العيش؟ انا مش منع اي حاجه، انا مش منع اي حاجه نهائي. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا منعاها بنسبه نقول 95% هي السكر. يعني ممكن يعدي عليا اسبوع كامل ما اخدش اي سكر في نظامي، بس فرضا رحت مكان ما وعايزه اكل حاجه حلوه هاكل حاجه حلوه عادي جدا. ف يبقى اول حاجه الميه، تاني حاجه الحاجات الخضراء والخضروات. وحاولوا تستغنوا عن الحاجات اللي فيها دقيق ابيض على قد ما تقدروا. مش معنى ان استغنى الحاجات اللي فيها دقيق ابيض ان انا لازم اروح اجيب نوع دقيق مخصوص، لان الدقيق المخصوص غالي. انا سالت على دقيق اللوز ودقيق الشوفان ودقيق انواع تانية دقيق كده، دقيق اللوز اغلاهم تقريبا. فانا كنت جبت دقيق حمص، وعايزه اقول لكم ما كانش غالي قوي، انا مش فاكره سعره يعني، بس طعمه ما حبيتوش. يعني ما حبيتش دقيق الحمص ولا دقيق الشوفان. مش وحش مش وحش، ولكن انا متعوده على العيش العادي بتاعنا اللي بنشتريه من الفرن ده. ما بحبش اجيب عيش السن ولا. المهم انا لاحظت نفسي، بصوا كلنا جسمنا غير بعض، فانا لقيت انه اكتر حاجه بتفرق معايا بتجوعني وبتخليني افضل طول الوقت عايزه اكل الدقيق الابيض، خصوصا العيش اللي هو الفينو والكايزر والتوست الابيض والحاجات دي، والمخبوزات بانواعها اللي انا كل ما باكل منها بحس اني عايزه اكل تاني، ما بتشبعنيش. فانا بطلتها. فده فرق معايا. الطبيخ بتاعي كله تقريبا انا بطبخ بزيت عادي، بس انا بطبخ بسمنه بلدي. سمنه بلدي من اللي هي الطبيعي مش النباتي. ما بجيبش سمنه اللي هي كريستال وجنه والحاجات دي، بجيب سمنه بلدي. مش كل الناس بتقدر تجيبها عشانها غاليه، انا بعملها في البيت، بعملها من وش اللبن من القشطه. ولو مش هقدر اعملها في البيت مش عندي يعني هشتري حتى لو غاليه، لانه انا السمنه البلدي صحيه. بس هل معنى انها صحيه ان احنا نشربها؟ يعني لا، انا بستخدمها بحكمه. الحاجه حتى لو صحيه حتى لو مفيده بنستخدمها بحكمه. الحاجات بقى التانية دي مش اساسيه، ولكن انا بدخلها في النظام الغذائي بتاعي. انا اكتشفت ان انا عندي نقص في البروتين لما عملت اللي هو الميزان، نسيت اسمه، الامبودي، اللي هو بيبين كل الحاجات في الجسم قد ايه. فلقيت ان الميه ناقصه، البروتين ناقص. فبما اننا مش كل يوم هناكل لحمه وسمك وفراخ وكده، فانا قلت ادخل المشروم في الاكل. المشروم الطبيعي الفريش احسن طبعا من المشروم اللي هو المعلب، ولكن انا جربت انواع مشروم كتير. المكان اللي انا فيه ما لقيتش فيه مشروم فريش او طبيعي، فجبت علبه المشروم دي لقيت ان مكتوب عليها ان ما فيش فيها مواد حافظه او 100%. دي تاني عبوه اجيبها لان انا جربتها قبل كده وكانت حلوه جدا. ده احلى نوع مشروم جربته، اسمه شومان، ده اسمه. سعرها هي غاليه مش رخيصه. البرطمان ده كان ب75 جنيه، بس انت مش هتاكليه في يوم، يعني تاخدي منه شويه تحطيهم جنب حاجه تانية، يعني مع فراخ مشويه مثلا، مع كبده، مع كفته، مع اي حاجه. مش عايزه فراخ وكبده وكلام من ده، بيتعمل مع البيض بيبقى حلو جدا. مش عايزه بيض خالص، انت ممكن تشوي البتاع ده، تشوحيه كده في حته سمنه، تحطي معاه شويه جزر وبتاع، ويبقى خضار، يبقى الاكله كلها خضار اقصد يعني. طيب جبت كمان اللي هو الفاصوليا الحمراء دي، لسه ما فتحتهاش وهي مطربه شويتين من المحل، بس هنجربها وهدخلها معاكم في وصفات. ودي رخيصه مش غاليه برضو، كانت 30 جنيه تقريبا. وريتكم قبل كده شانا ده. انا بحب الاكل الحر، الاكل الحراق بيحسسني انه الاكل اطعم واحلى، خصوصا لو حاجه مشويه او مسلوقه او كده. فبحاول اظبطها بتوابل بصوصات بكلام من ده عشان ما ازهقش اصلا من الاكل. التونه غاليه جدا جدا. يعني الحجم الصغير ده كان ب55 والحجم الكبير ده كان ب64. طيب انا دايما بجيب التونه قطعه واحده مش مفتته. والخطه الجايه عايزه ابطل اشتريها، لان لا حرام سعرها صعب قوي، مش هتبوظ لي الميزانيه. طب هنعمل ايه؟ ممكن نجيب سمك عادي خالص من السوق. يعني انا بسعر الاتنين دول كنت اجيب 1.5 كيلو سمك من السوق، اي سمك مكاريلا او حاجه، واعمله انا في البيت، يتعمل صينيه، يتعمل مقلي. حتى انا باكل سمك مقلي عادي، وباكل انا النهارده متغديه محشي في نظام اكل صحي. هقول لكم بعدين انا بعمل ايه. المهم التونه دي بتبقى بالنسبه لي لليوم اللي انا فعلا مش عارفه اكل ايه، يعني ما طبختش، ما عنديش حاجه اعملها، فباكل تونه. لكن انا الحاجات المعلبات دي ما بحبش ادخلها في اكلي على طول، يعني الحاجات دي هتقعد معايا كتير. تمام. هنا بقى بذور الكتان. بذور الكتان بتتحط في السلطه. انا كمان طحنتها، يعني ما باكلهاش على هيئتها كده. هيئتها دي هي بس الحاجات بتبقى مبلوله شويه عشان ببقى حاطاها في التلاجة زي ما قلت لكم. انا بطحنها وبحطها على السلطه، وبرده هبقى اشارككم الطريقه بتاعتي. جبت هذا الشيء
من زمان، كنت موريه لكم اصلا قبل ما اوقف شغل على القناه. اسمه راوند. الراوند ده من ماركه شانا. شانا حلوه، ماركه حلوه يعني، هي نفس الماركه اللي انا جايبه منها الهريسه بتاعه الشطه، وجربت منها كذا حاجه تانية. هذا عباره عن ايه؟ هذا الشيء يعني عباره عن، اللهم الاعتراض يعني، مش عايزه اغلط، كلها نعمه ربنا. هو طعمه بشع، طعمه سيء للغايه بالنسبه لي. انا بحطه على شويه ميه، طريقه الاستخدام مكتوبه اهي، هحاول اوريها لكم. يضاف على عسل النحل. انا طبعا مش باخده على عسل نحل، انا بحطه على ميه، على نص كوبايه ميه، يعمل على تحفيز المناعه، مقاومه الفيروسات، تحسين الذائقه التنفسيه، وعلاج العديد من الامراض. ده حضرتك لو انت معدتك فيها مشكله، لو القولون فيه مشكله. ومعظم الناس اللي بتدخل في انظمه غذائيه معدتنا بيبقى فيها مشكله، عشان فعلا المعده بيت الداء. لو عالجتي معدتك هتلاقي كل حاجه اتعالجت. فانا بستخدم ده، وبستخدم كمان خل التفاح. استنوا هوريهولكم. ده نوع خل التفاح اللي انا بستخدمه، يعتبر ارخص نوع. في طبعا انواع احسن بكتير من ده، بس ده اصلا بقى غالي دلوقتي يعني، كان ب30 مش عارفه بقى ب50 باين او ب60 حاجه كده. فيعني انا مش بس العبوه دي ممكن تقعد معايا شهر شهرين، لان برضو خل التفاح تقيل على المعده، فانت مش هتشربيه يعني، هو مش عصير ده، انت بتاخدي معلقه صغيره كده بالغطا بتاعها وتحطيها على كوبايه ميه وبتشربيها قبل الاكل. طبعا الكلام ده للناس اللي ما عندهاش قرحه في المعده، لا قدر الله، ما عندكش مشاكل مزمنه وبتاخدي لها علاج. انا بتكلم من الناس السليمه يعني. فالحمد لله على كل حال. المهم، ازاي بقى بدخل الحاجات دي في نظامي الغذائي؟ ده هبقى اعمله معاكم في الروتينات وكده، بس انا بديكم امثله للحاجات اللي بستخدمها. باكل ايه؟ باكل من اكل البيت العادي يعني. عاملين مثلا سمك مشوي ورز وسلطه، هاكل. عاملين سمك صينيه مقلي، هاكل. عاملين لحمه واي خضار ورز، هاكل. عاملين حتى كشري عدس او كده، هاكل برضو. انا مش بعمل لنفسي اكل مختلف عن اكل البيت. من الحاجات برضو المشروبات بقى. المشروبات هوريكم درج المشروبات بتاعي، بس ما تتريقوش عليا تمام، عشان مش مترتب. ده انا مش عارفه هو مريميه ولا التاني اللي اسمه بردقوش، هو حاجه من الاتنين. بيتشرب برضو مشروب يعني دافي، بتغلي الميه وتحطيه عليه، وبعد كده بسيبه شويه وبصفيه. انا المشروبات دي لازم بدخلها في نظامي طول اليوم علشان ما احسش طول الوقت ان انا عايزه اكل. هوريكم درج والقهوه دي قهوه عربي، برضو بشربها مرتين في الاسبوع، مش كل يوم. ودي قهوه عاديه اللي هي القهوه التركي، برضو مره واحده مرتين في الاسبوع، مش كل يوم. بشربها طبعا من غير سكر. القهوه بتعمل معايا اللي مفيش اي علاج بيقدر يعمله. القهوه بتسد نفسي عن الاكل فعليا. لو انا حاسه ان انا اكلت، بس بعد الاكل عقلي كده قاعد يلعب بقى، اللي هو كلي لبخي، اعملي حاجه، كلي، قومي كلي اي حاجه تانية. طب ما انا شبعانه. فالجوع العاطفي ده اللي هو عقلك بيبقى بيقول لك قومي كلي، انا بتغلب عليه بالقهوه. بشرب قهوه ساده بتسد معايا. كمان الفشار، دور الفشار ده من الحاجات اللي ما بحبش انها تخلص من عندي. بعمله بسمنه بلدي، معلقه واحده صغيره جدا تحطيها في الحله كده، وهيعمل لك الفشار عادي. وجربت اعمل الفشار في الميكروويف من غير ولا نقطه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، وطلع زي الفل ومفيش فيه اي مشكله. والناس اللي عندها اير فراير تقدر تعمله فيه. ده قلنا كده نتغني ونشتري اير فراير. المهم هوريكم بقى درج المشروبات. طبعا في حاجات من ايام المقاطعه وعندي من زمان، والدرج مكركب ومبهدل، فمحدش يسخر مني. بصوا هرتبه ان شاء الله في الخطه الالفيه الجايه. المشروبات الدافيه، الشاي وانا وريتها لكم قبل كده فهنمر عليها سريعا. الشاي الاخضر العادي، الشاي النعناع، اليانسون، الكاكاو، القهوه. في هنا حاطه القرفه كمان بالنسبه لي بشربها، ما بحبهاش بس بشربها، بفكروني اشتري قرفه. عندي نعناع، وهنا حاطه العسل، وكنت جايبه العسل بتاع امتنان ده. كويس برضو، بس انا برطمان العسل ده بيقعد معايا كتير، بيقعد قرن من الزمن، عشان انا مش من الناس اللي بحب الحاجات المسكره، فممكن مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع كده يعني. عندي هنا القرفه اللي هي الطويله دي، العيدان، برضو ساعات بعملها كمشروب كده، بتبقى لطيفه. هنرتب الحاجه ان شاء الله في الخطه الجايه. جبت البتاع ده عشان المقاطعه يا ولاد، بطلنا نسكافيه فجبنا مصر كافيه. تحيا مصر طبعا، بس انا ما حبيتش طعمه خالص يعني. لو لقيتوا لي حاجه تانية مصري قولوا لي. وعموما انا مش من هواة النسكافيه قوي، فالعبوه دي هتقعد معايا سنه، ولما تخلص ابقى اشوف حاجه تانية تكون مش مقطعه. ايه لازمه الحاجات دي؟ ان انا طول الوقت ابقى بشرب حاجه، طول الوقت حاسه ان انا زهقانه، فمش هقوم اكل، لا هقوم اشرب. معلش رغيت كتير وطولت، استنوني بقى في فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم. سلام عليكم.